تخيل كده، هل ممكن يكون في فرق بين يسوع اللي الكنيسة بتعلم عنه ويسوع الحقيقي اللي عاش على الأرض في التاريخ؟ سؤال ممكن يخليك تفكر كتير، صح؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفع. أهلاً بيك في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. كتاب يسوع التاريخي لدار البوك بيقدم لنا فهم عميق جدا لشخصية المسيح. أول نقطة، الكتاب بيوضح أن البحث عن يسوع مر بمراحل، وفي تمييز بين يسوع الإيمان ويسوع التاريخي. تاني نقطة جوهرية، إن روايات الإنجيل اللي وصلتنا شافهة من شهود عيان ليها موثوقية عالية جدا بمعايير التاريخ القديم. لو لقيت فروق بسيطة في التفاصيل، ده مش بيضعفها، بل ده طبيعي في النقل القديم وبيأكد موثوقيتها. وكمان الكتاب بيأكد على أهمية فهم السياق، يعني التاريخ مش مجرد وقائع، لازم نفهم يسوع في إطاره الثقافي والاجتماعي. عشان تستوعب كلامه وأعماله لازم تكون فاهم الثقافة اليهودية اللي عاش فيها، زي فكرة ابن الإنسان أو ادعاء غفران الخطايا اللي كانت مدهشة جدا وقتها. لو الكلام ده حمسك وعايز تتعمق أكتر، كتاب يسوع التاريخي فيه فصول ممتازة هتفيدك. أولاً، بداية مساعي البحث عن يسوع التاريخي، هتعرف إزاي العلماء بيدوروا على يسوع التاريخي وليه اختلفوا. ثانياً، المسعى الأول وخندق لسانج، هتعرف عن الفجوة اللي البعض تخيلها بين يسوع الإيمان ويسوع التاريخي. ثالثاً، الوضع الراهن، هتعرف إيه آخر التطورات في أبحاث يسوع التاريخي حالياً. رابعاً، عمل التاريخ وحدوده، هتشوف إزاي المؤرخ بيشتغل وإيه حدود العمل التاريخي. خامساً، النقل الشفاهي قبل تدوين روايات الأناجيل. سادساً، الثقة في النتيجة، القدرة على الإيمان، هتلاقي كل الفصول دي وأكتر في الكتاب اللي استخدمنا معلوماته في وصف الحلقة. وكمان حطينا لك رابط في الوصف ل AI تقدر تسأله في محتوى الكتاب ويرد عليك. جرب تسأله بصفتي شخص مسيحي، إزاي الكتاب هيفيدني في تعلم المبادئ الكتابية؟ قولوا لنا في التعليقات، تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك، يا ريت توصلوا لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي يناسبك. سلام.